السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد النهارده. قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نشوفوا معانا ايه النهارده. معانا روتين كده بسيط كده على السريع. كان حبة مواعين، طبعا وريتكم صورة المطبخ في الاول، مدربكة شوية عندي. وكنت جايبة عدس كده وجايبة حاجات كده وجزر ومش عارفة ايه من السوق. المهم قعدت اصبن بقى في شوية المواعين دول، لقيت مواعين بقى كتيرة كده على الصبح. قلت الم المطبخ قبل ما اشتغل في الاكل بتاعي يعني. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل قرنبيط. تمام، وهنشوف طريقة عمل القرنبيط دلوقتي. بس الاول اخلص من الهم اللي انا قدامي ده. زي ما انتم شايفين كده هم بعيد عنكم. المواعين دي مقرفة قرف بجد حتى في الشتاء. وافضل بقى اسلك في الحوض زي ما انتم شايفين كده. وخصوصا الحوض لما يسد بقى وتفضلي تسلكي فيه بقى حاجة وجع قلب. تمام. فايه اشتغلت بقى زي ما انتم شايفين، شغاله عماله اصبن في المواعين بقى واحده واحده عشان ابدا اخلصها. وانا مسرعه الفيديو والله عشان احاول اخلصه. وقلت اجيب العدس بس اخليه في يوم تاني ان شاء الله، اصوره واعمله لكم في يوم تاني. النهارده قلت كده ايه ابقى اعمل لكم كده على حسب الناس ما طلبت مني، يعني ان انا اعمل قرنبيط. فقلت خلاص تمام ماشي. فقلت يلا بقى، وخصوصا ان انا بحب القرنبيط قوي 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 بجد. وبستنى الشتاء عشان اكل فيه القرنبيط. فالمهم صبنا شويه المواعين دول شويه كده. وبمناسبة المواعين يعني والكركبة بتاعة المطبخ دي، حاولوا تخلصوا مواعينكم بدري بدري. أنا طبعا متعودة يعني أغسلهم بالليل، ما بغسلهمش الصبح. بس أحيانا والله بكسل في الساعة دي، رغم إن أنا بفتح مياه سخنة وكل حاجة، بس بكسل وبضطر أسيبهم الصبح. فإن سبتهم الصبح بقوم برضه أفتح عيني عليهم برضه. يعني ما بستناش، يا إما لو فيها حيل وفيها يعني صحة كده بالليل أقدر أخلصهم. لا أخلصهم والدنيا تمشي تمام عادي، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. فهنحاول نخلص بس المواعين دي اول باول. والشتا جه بقى والكسل، يبقى كل واحد مش عايز يقوم من تحت البطانيه. يا سلام، احساس حلو قوي. والواحد تحت البطانيه يجي يقوم يحس بالسقعه فما يقومش. والله بتبقى حاجه صعبه. خصوصا في الشتاء الاحساس ده، مش عارفه عندي وحدي ولا عندكم انتوا كمان. مش عارفه. بس انا دايما في الشتاء ما بحبش، ببقى مش عايزه اقوم من على السرير والله بجد من كتر السقعه. مش عارفة ليه. الصيف كده بحبه بصراحة. الصيف فيه حماس وفيه يعني كده. في يعني بيبقى حلو كده، واليوم بيعدي حلو كده ولطيف وكده. اما الشتاء بحسه ان هو رخم في السقعة اللي فيه واللبس بتاعه وكل حاجته بجد. فمش عارفة انتوا حاسين زينا كده ولا في ناس بتحب الشتاء. بس انا عن نفسي ما بحبش الشتاء، بحب الصيف اكتر بكتير بصراحة. وبحس ان الشتاء بيجي العيا كله معاه. عيالي تعبانين ليهم اسبوع في الانفلونزا اللي ماشيه دي مع الاطفال. والله مغيباهم ليا 10 ايام من المدرسه. وقاعدين معايا وكشفت مره واتنين. وحالتهم حاله صعبه فعلا. ادعوا لهم والنبي ربنا يشفيهم يا رب ان شاء الله. هنا بدأنا. المهم جبت الخضره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، طلعتها من الكيس. وهنا القرنبيط ظهر وبان. بصوا زي ما انتم شايفين كده، جبت قرنبيطه كده وسط. لا هي كبيره ولا هي صغيره، بس كانت بلدي بصراحه وحلوه قوي ومسكره. وطعمها جميل. زي ما انتم شايفين كده شكلها. وانا مقطعاها كده منضفاها، مخليها الست يعني مديها لي، يعني مقطفاها لي وكده وايه ومنضفاها لي. وسهل قوي ان انا بس اشتغل فيها على طول. هنا هقلبها كده. وابدا اشتغل فيها واحده واحده. وابدا اجيب طبق كده واقطع ايه الورديات دي بقى اقطعها كده. بصوا زي ما انتم شايفين. اقطع الورديات دي واحده واحده على حسب الكميه اللي انت تعمليها. انا بالنسبه لي القرنبيطه بتبقى كبيره عليا، لاني ما فيش حد بياكله في البيت غير انا وجوزي وبنتي بس. فما فيش حد تاني من ولادي بيرضى ياكلوا يعني. فانا بشيل الباقي بغلفه واروح شايلاه في التلاجة. تفضل كده زي ما هي زي الفل، ما بيحصلهاش اي حاجه. تمام. بصوا هنا الورديات كده قطعتهم ازاي. بس انا ما بسيبهاش كده كبيره. الوردات دي برضو بفضل اقطعها نصاص كده وبوريها لكم كده صغيره. عشان تبقى معايا كده الوحدات كده صغيره. هنا جبت استرتش بتاعي زي ما انتم شايفين. ولف بقى فيها القرنبيطه بتاعتك بقى. تفضل معاك اسبوع و10 ايام و15 يوم كمان زي الفل في التلاجة. مش هيحصل لها اي حاجه. تمام. هنا جبت الخضره كده ونقيتها عشان اخرطها واجهزها للقرنبيط. ماشي.
اوكي، هنا بقى خرطت كده الخضرة بتاعتي كويس. وتخرطي يا ريت الخضرة، عشان خصوصا بتاعة القرنبيط لازم تكون الخضرة رفيعة جدا او صغيرة، عشان ما تحسيش ان هي كبيرة كده في العجينة اللي انت بتعمليها للقرنبيط، ما يبقاش الخضرة كبيرة. فقطعي الخضرة على قد ما تقدري رفيع قوي. لو عندك مقص ماشي مفيش مشكلة، بس انا ما عنديش المقص بتاع الخضار ده، ما حبيتوش فما جبتوش اصلا يعني. احب اقطع الخضرة، وحتى وهقطعها رفيع قوي برضو كده. كده قطعت الخضرة بتاعتي كلها وجهزتها كده. تمام. هنا الخلطة بقى بتاعت القرنبيط. ماشي، هنا جبت كده بيضتين. ما تحطوش بيض كتير، مش مستاهله يعني ان انت تحطوا بيض كتير. كملوا، حطوا كوبايه لبن، حطوا كملوا يعني كوبايه لبن ومعاها كوبايه ميه. هيعمل معاكم كم حلو يعني على فكره، وهيطلعها حلوه قوي، وهتشوفها دلوقتي. هنا حطيت كوبايه لبن، عملت بيضتين وكوبايه لبن او كوبايه حليب. تمام. وبعد كده نفس كوبايه الحليب دي انا مليتها ميه، وبرضو حطيتها كده وفضلت ادوب فيها كويس. هنا حطيت كميه الدقيق بتاعي، مش كميه معينه، انت على حسب ما تحطي وتحسي العجينه معاكي ان هي اذا كانت سايله او اذا كانت تخينه. فانا عايزاها لا هي سايله قوي ولا هي تخينه قوي، انا عايزاها متوسطه. تبقى معايا عجينه كده حلوه كده، زي عجينه ايه كده، زي عجينه الزلابيه مثلا. السمك بتاعها يعني يبقى زي القطايف شويه كده يعني. لو انتوا فاهميني كده تبقوا عارفين يعني الطريقه دي بالظبط، اللي هي لا سايله قوي ولا بصوا هنا لقيتها سايله، حطيت تاني. تمام. كده كويس قوي. اشتغل واحده واحده، بتشتغلوا فيها كده هتبقى زي الفل. بصوا انا ما لا احتجت هاند بلندر ولا احتجت كبه ولا احتجت اي حاجه، انا عملتها بالمضرب يدوي على الايد بحيث تبقى سهله قدامكم. التوابل بتاعتنا سهله جدا، كزبره، ملح، فلفل اسود، كمون، بس. مش عايزه اكتر منك. حبه شطه اوكي، ما تشطول لا، حبه شطه حلوين لو حبيت حبه شطه. هنا بقى معلقه او معلقه الا ربع كده بيكنج باودر، وده السر بتاع العجينه، تخليها هشه خفيفه تستوي معاكي وما تشربش منك زيت. هنا معلقه توم مفروم، وادي الخضره بتاعتي اللي انا قطعتها قدامكم. تمام، هحطهم عليه. معلقه توم مفروم، اللي تكوني يعني طحناه، تكوني دقاه، تكوني عاملاه مثلا بالهراسه. المهم معلقه توم تكون حلوه كده بس. وده الخضره، وكده العجينه بتاعتنا جهزت. تحفه زي ما انتوا شايفين، قمر. هنخليها على جنب ونشتغل بقى في الميه بقى بتاعتنا. دي الميه، حطينا ميه في حله على النار كده، وحطيت فيها كمون وحبه ملح. ونبدا نحط القرنبيط بتاعنا. القرنبيط بتاعنا بصوا انا مقطعاه ازاي. قطعت الورديات الكبيره دي لاجزاء صغيره. بصوا عشان يبقى معايا صغير، ما تبقاش معايا الحته كبيره كده وتخينه، لا تبقى معاكي الحته كده صغيره. وما تهريهاش وانت بتغليها في الميه، احنا عايزين غلوتين كده يعني تحسي خلاص ان هو استوى شكرا، يعني ما تخليهوش يتهري منك. خلصته كده، صفيته طبعا في مصفى. بعد كده بصوا في المصفى تحطي تحت ميه ساقعه كده بسرعه وتصفيه في المصفى. تجيبي الورديات دي وتروح حطها في الخلطه كده زي ما انتم شايفين. حلو جدا وسهله قوي. وتكوني مسخنه زيت غزير كده على النار في طاسه حلوه كده معاكي، وتبداي بقى تقلي فيها القرنبيط بتاعك، وتخليه على نار متوسطه. لا هي تبقى عاليه قوي عشان ما يتحرقش منك من بره ويبقى مش مستوي من جوه. تخلي النار متوسطه. تمام. اهو نبدأ نحط واحدة بواحدة. مش مشكلة اللي بيطلع ده، بعض الفتافيت اللي بتطلع دي مفيش مشكلة خالص، أنا بشيلها بالمعلقة من على الجنب كده بس لما أحط الكم بتاعي. ده طبيعي جدا للقرنبيط وانت بتيجي تعمليه، فما تقلقيش. لما تلاقيه خلاص قرب يستوي شيلي كل الحاجات دي كلها بالشال عادي. هنا قرب يستوي وكنت عمالة أقلب فيه بقى ايه بالراحة. بصوا والله كانوا حبة قرنبيط ما لهمش حل. تحفة تحفة تحفة. إلى عشاق القرنبيط لو انتوا بتحبوه بجد هتلاقوا الطريقة دي بجد معاكم تحفة. وهنا خلاص سويته، وده الشكل النهائي. ايه رأيكم؟ يا رب يعجبكم كده، ويكون حلقة النهاردة حلوة وعجبتكم.
ما تنسوش في اللايك. وشكرا لكم. السلام.